ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ. حبس مرتضى منصور في قضية لمياء خيري رمز الصمود. حبس مرتضى منصور والخروج من المشهد الرياضي نهائيا. زمان قالوا لنا لسانك حصانك ان صنت صانك، ومرتضى كان لسانه حصان جارح بيغلط في الجميع، لكن حان وقت العقاب ووقت الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي متابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب ادعم أخوك باللايك عشان صوتنا يوصل للدنيا كلها، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، مرتضى باشا منصور اللي كان رئيس نادي الزمالك، واحد من أكبر أندية الشرق الأوسط، اللي كان معاه الجاه والسلطة والمال. مرتضى منصور اللي ربنا نعمه بنعم كتيرة جدا ما قدرش يحافظ عليها عشان يكون عبرة لكل من يعتبر. مرتضى منصور هو مثال حي للناس اللي ما بتتقيش ربنا. شوف كنت فين وبقيت فين. مرتضى منصور اللي كان أصغر مؤلف قانون في مصر، والمستشار اللي استقال من على منصة القضاء، وواحد من أكبر محامين الوطن العربي، ورئيس لنادي الزمالك، وكل النعم كانت معاه. بدأ إنه يستخدم لسانه في إنه يغلط في الجميع. بدأ إنه يغلط في أخت الكابتن محمود الخطيب، وخاض في شرفها وعرضها، وخاض في الشرف وعرض الكثير. وأخيرا لمياء خيري موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات اللي غلط فيها بدل السنة 2 و3، وقررت إن هي تاخد حقها بالقانون. عشان كده رفعت قضية على مرتضى منصور، والنهاردة كان الحكم، والحكم كان معظم الزملكاوية والأهلاوية متوقعينه، لأن ربك رب الحق، ربك عدل، وربك بيحب العدل. يعني ايه؟ يعني اللي حصل النهاردة كان شيء متوقع لكل الناس. حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ. حبس مرتضى منصور يعني العدالة. نرجع لموضوعنا تاني كده ونشرح هو ايه اللي هيحصل. مرتضى منصور من حقه انه هيقدم طعن خلال 60 يوم. طب الطعن ده يوقف تنفيذ الحكم يا عم افندينا؟ هقول لحضرتك لا، الطعن ما يوقفش تنفيذ الحكم. الطعن يعمل بعد كده ان هو بعد 60 يوم يكون من حقه انه يبقى يعني يتخفف الحكم، يتقلل الحكم، يتأيد الحكم، انما الحكم واجب النفاذ. يا عم مرتضى، استقلت من نادي الزمالك واتعزلت واتحبست شهر، ومع ذلك ما اتعظتش. خرجتم في مشهد مؤسف من نادي الزمالك والجماهير كسرت وراكم القلل وما اتعظتوش. امتى هتتعظم بقى من اللي حصل؟ حبس 6 شهور لمرتضى باشا منصور. طيب ده هيأثر على نادي الزمالك في اللي جاي؟ هقول لك طبعا يا سيدي في تأثير إيجابي لنادي الزمالك. كده مرتضى منصور خارج المشهد الرياضي للأبد. ليه؟ لأنه هيتنفذ عليه حكم الحبس السنة. الله، في حكم حبس سنة؟ امال ايه يا باشا؟ بتاع الكابتن محمود الخطيب اللي كان مع ايقاف التنفيذ. هيتنفذ عليه صحيح مع ايقاف التنفيذ برضو، لكن كده مرتضى منصور مش هيقدر يخش الانتخابات، لانه هيبقى محبوس 6 شهور، والانتخابات كمان شهرين. هيترشح ازاي بقى؟ والله العظيم احنا الزملكاويه طيبين وربنا بيمشيها معانا كده عشان طيبه قلبنا. الزملكاويه كانوا خايفين ان معالي الوزير يعني ما يقبلش الاستقاله بتاعت مجلس اداره نادي الزمالك، فعشان الدنيا تتقفل خالص يتحبس 6 شهور، وعشان ما ينزلش
ينزلش الانتخابات فيتحبس ال6 شهور، والحمد لله خرج بلا عودة. نهاية مستر اكس اللي كان يعني بيثير الشغب، بيثير المشاكل، مدمر نادي الزمالك، بيشتم الكل، بيزعق في الكل، خلاص ان ربك لبالمرصاد. مع السلامة مرتضى منصور، باي باي مرتضى منصور. هتوحشنا والله يا مرتضى منصور. كان نفسنا تبقى بلسان الكابتن محمود الخطيب، كنت هتبقى اعظم رئيس نادي في التاريخ، لكن لسانك اللي دمرك ودمر النادي ودخلنا في مشاكل وصراعات مش بتاعتنا، خلاك توصل للي انت فيه دلوقتي محبوس، ووصلنا احنا ان نادينا الحبيب متدمر ونادينا مديون، ولا عارفين نعمل صفقات، ولا عارفين نجيب لعيبه، ولا عارفين نسد اللي علينا، ولا ندفع مستحقات اللعيبه. وكل ده بسببك انت، بسبب تصرفاتك، وخصوصا بعد ما طلع النائب سليمان وهدان وفضح الامور كلها وكشف المستور وقال ان انت كنت بتنفرد بالقرارات، وقال كمان ان كل القرارات قراراتك انت، ما كانش لنا اي رأي. تقول رأيك عادي، انما رأينا ده كان بيتاخد ويتحط في الجيب الوراني. يعني انت السبب في كل ده. ده غير ان سيادتك دخلت النادي في صراعات ومشاكل مش بتاعتنا. ده مش كلام يا مرتضى باشا، ده كلام سيادة النائب سليمان وهدان. ده غير كمان ان سليمان وهدان وضح الامور كلها، وقال حتى لما كنا بنستقر على تنفيذ امر معين ما حدش فينا كان هيقدر يعرف مين اللي هينفذ الموضوع. كان الرأي الاول والاخير لمرتضى باشا. يعني الكل قال لك انت المسؤول الاول والاخير عن التدمير اللي وصلنا فيه. اما بالنسبه لجمهور الزمالك اللي قلقان بعد رحيل مرتضى منصور وحبسه، وعمالين من يعني يبعتوا لي في رسائل الزمالك هيتدمر وهنشوف بعينينا والايام بينا وان خلاص كده مفيش حاجة اسمها زمالك. انا حابب اقول لكم كلمتين اتنين. الزمالك تاريخه 114 سنة، ما ينفعش نقتصر تاريخ نادي الزمالك العظيم في شخص واحد. الزمالك مسكوا رؤساء عظماء، الزمالك ما بيقفش على حد، لا على رئيس نادي ولا لاعب ولا اداري ولا مدير فني. الكل راحل وكل زائل، وسيبقى نادي الزمالك القلعة الشامخة اللي بيعشقها الملايين. ما ينفعش نقتصر تاريخ عظيم ومستقبل اعظم بمشيئة الله على شخص واحد. يا اخوانا نفهم ونعرف ونثق في نادينا، وايا كان اللي جاي احنا معاه وفي ظهره. ما يهمنيش مين اللي جاي ولا يخصني الاسامي، انا اللي يخصني النادي اللي انا بعشقه، ان هدعمه واكون في ظهره. لكن النهارده هو يوم الحق، زي ما كان في عيد تحرير نادي الزمالك، فالنهارده هو يوم الحق ورد الحقوق للناس. باي باي مرتضى منصور الى الابد. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك؟ واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.